الملف رقم 406 في ليفل 2 داتابيز ان سي شارب كورس لينك ديسكتوب ابلكيشن. احنا خدنا 380 ملف قبل كده 90 ساعة، وخدنا دلوقتي ده الملف السادس في لينك. هنشرح بقى عن الكويري ميثود في اللينك. هنزود على الجروب باي اللي احنا خدناه، نغير المثال خليناه سالري. هو كان سالري هناك وكان مرة سيتي، بس ضفنا له حاجتين: وير كونديشن يعني امب سيتي بتساوي كذا، اور امب نيم كونتين ان، يعني السيتي تكون كايرو، والامب نيم بيحتوي على ان، يعني اسم الموظف يحتوي على ان، او النيم يبقى السيتي الامب سيتي كايرو اند، وفي نفس الوقت الامب نيم كونتين حرف الايه. وبعدين نقول له ordered by emp دوت name يعني ascending، لان طالما ما كتبتش descending يبقى الديفولت ascending. وابدا اعرض بقى. هناخد المثال ده تكمله للكلام اللي فات، بنطور المثال اللي فات ما كانش فيه كل الحاجات دي، كان فيه مجرد بس جروب باي عشان نشرحها وشرحناها. هنبدا ندخلنا معاها order ووير. هنشغل سي شارب. ادي المثال. تعال نشوف النواتج ايه. يعني اول حاجه هجرب ان هو السيتي كايرو والامب نيم كونتين ان. طب نشغل، وبرضك نفس الوقت هيقسم حسب السالري. قسم لي السالري 3000 و7000 و6000. ادي السالري. اما جاب السالري دول ما جابش كل السالاريز اللي موجوده، لان هو هنا في كونديشن، يعني نفذ الكونديشن الاول، يعني الكونديشن على كله، وبعدين يعمل جروب، يعني الكونديشن بعد الجروب. لان انا لو شلت الكونديشن، تعالى نشيل الكونديشن عشان نفهم الموضوع كويس اهو، وخليت الاوردر بس وعملت ران، فجاب لي 3000 وال7000 وال6000 وال4000. لان هو واضح طبعا ان هو كده ما عملش الكونديشن، جاب كل الناس، فجاب 3000 و7000 و6000 و4000. طب انا لما احط له الكونديشن ده ان الامب سيتي هي كايرو، هيجيب لي بتوع كايرو بس، والنيم يكون ان، او النيم يحتوي على ان. تعال نشوف كل النتائج اللي طالعه، لا اما كايرو بس كله فينا طلع، لا طبعا ما حطش. هو فهم النتيجة ان هو ان هيجيب كايرو او الاسم اللي فيه ان. طب نشوف. وانا شايل دلوقتي الاوردر دي دلوقتي، ومخلي برضك جروب باي سالري. فيحصل ايه؟ فعلا هو جاب لي الكايرو، بس لو ما جابش كايرو يبقى الاسم فيه ان، زي نادي كده. اذا ما كانتش كايرو يبقى الاسم فيه ان، زي منى. اذا ما كانتش كايرو يبقى الاسم فيه، يبقى لا اما كايرو لا اما الاسم. دول كلهم كايرو، وبرضك ممكن يكون فيهم الاسم كده. طب خلاص، ودول قسمهم حسب السالاريز: 3000 6000 7000. مفيش بقى اللي هو الايه ال4000 ما ظهرتش، لان انا دلوقتي لو انا لغيت الكونديشن ده، لو انا لغيت الكونديشن ده هيجيب لي ال4000، جاب كله يعني. طب انا هسيب الكونديشن ده واحط الترتيب ordered by برضك كمان. فهيحصل ايه؟ هيرتب النواتج حسب الاسم، واسندنج. علي نادي نانا، بعد كده كلارا مريان ميري، بعد كده مفيش غير منى هنا، وهنا طبعا في ياسر، مينا وياسر وكده. فطبعا الترتيب هنا ascending. لو قلت له descending طبعا كنت كتبت له هنا descending. لو عملت ران كده هيرتب descending يعني بدأ بياسر هنا لحد سي، بعد كده ان، وبعدين لحد علي. طب لو عملت الكونديشن ده، لغيت الكونديشن ده وخليت الكونديشن ده اللي هو السيتي كايرو اند الامب نيم يحتوي على ايه، اند يعني لازم تكون كايرو
والاسم يحتوي على ايه. كايرو، كلهم كايرو بقى، كلهم كايرو مفيش غير دول. والاسم يحتوي على ايه؟ يعني ياسر، مينا، ميري، مريان، مار، كلارا، علي. يعني هنا كده جاي لك يعني حط كونديشن. يبقى شوف الموضوع بقى سهل ازاي. بكتب كويري من غير ما استخدم بقى السيكوال سيرفر، يعني من غير ما بكتب كويري دايركت في السي شارب على طول من غير اي حاجه. بستخدم فروم وبستخدم وير واوردرد باي واسندنج وديسندنج وجروبد باي. قبل ما اخلص الملف ده احنا شرحنا كويري واحده بس، يعني عشان نبقى ماشيين سنه سنه. بفكر الناس اللي دخلت معانا في الملف ده من غير ما تكون متابعه ان احنا خدنا كورس سي شارب فاندامنتال 15 ساعه و70 ملف، كورس اوبجكت اورينتد بروجرامينج 9 ساعات 40 ملف، كورس سيكوال سيرفر 8 ساعات 45 ملف، كورس ادو كامل طبعا اتشرح. بس طبعا الشاشه دي كانت واحنا بنشرح الادو، وقلنا الادو واللينكو، احنا في اللينكو دلوقتي وتحتيها الانتيتي فريم ورك. خدنا كورس الداتابيز اناليسيز اند ديزاين فول كورس، ده كان 2.7 وكان 7 ملفات، وفي ملف مجمع 8 ساعات، في ملف مجمع فيه كل رقم 8 فيه كل حاجة. وخدنا كورس الويندوز 35 ساعة 143 فايل. كان إجمالي الملفات قبل ما نخش في الادو كان إجمالي الملفات 370 ساعة. 70 ساعة دي يا جماعة يعني اضربها في 4 عشان تبقى لو بتاخدها في كورس يعني أي كورس تاني. ليه؟ لأن احنا هنا مفيش مجال كان للأسئلة ولا مجال لأي حاجة ولا المناقشات، شرح متصل يعني. بعد كده اتكلمنا بقى طبعا بقى ده الشكل تاني بقى عندنا بعد كده احنا طبعا خلصنا كورس الادو. فترتيب الكورسات كالاتي: 1 سي شارب فاندامنتال، 2 اوبجكت اورينتد، 3 داتابيز اناليسيز اند ديزاين فول كورس، 4 سيكوال سيرفر، 5 الويندوز فورم، 6 الادو ده كان 19 ساعة و80 ملف. دخلنا بقى في اللينكو وبدأنا نشرح اللي هو الكورس السابع، وده كان ليفل 2. ده كان ليفل 1 في الداتابيز ان سي شارب، وده ليفل 2. احنا ثبتنا حكايه داتابيز ان سي شارب دي، ده ليفل 2. كان ليفل 1 هو الادو، ليفل 2 انا بس بشرح لك الخطه بتاعت الكورس دي كانت ماشيه ازاي. طب خدنا ايه في اللينك لحد دلوقتي؟ خدنا اول حاجه الملف رقم 401. بدأنا من اول 401 علشان يبقى زي عاداتنا كل ما بنبدأ كورس بنعدي حبه ملفات ونبدأ من رقم معين. فهنا قلنا ايه هي اللينك دي، اللي هي اللينك اللي هي تعتبر language integrated query. وجهزنا ملفات عملنا 2 كلاس وحبة array of integer و array of string، قلنا نجهز بيهم شغلنا، وادينا مثال مبسط جدا عن اللينك. وبعد كده في تاني حاجة الملف التاني بدأنا نشرح from in، وشبهناها from in دي وwhere وselect. from in دي زي ايه؟ for each كذا in كذا، دي الداتا سورس. الجزء ده هو الداتا سورس، وهنا ده الايتم اللي من الداتا سورس دي هيمر كأننا بنمشي في لوب بنحقق الكونديشن ده، ودي النتيجة اللي انا عايزها، اللي هسلكتها فيرجع الرجع بتاعنا كله في الاس دبليو دي اللي انا مسمي النوع بتاعها فار. وبعدين كتبنا نفس الكلام ده كتبناه بطريقة الايه؟ اللامدا ميثود، بحيث نختصره كده بقى دي فانك، بياخد فانك. يعني ادي الداتا سورس بتاعتنا اللي هي الوردز اللي هي دي دوت وير الاكستنشن ميثود، ببعت لها فانك. الفانك ده بقى عباره عن ايه؟ الداله دي البارامتر بتاعها هو دبليو دي هي اوبجكت من الوردز دي زي دبليو دي. وبعد كده بقول له دبليو دوت لينس اقل من او يساوي 5، بيبدا يلف بقى. طبعا لو انت رجعت لدروس الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كورس اخر 5-6 ملفات بيشرحوا موضوع الفانك والديليجيت وكده. بعد كده دخلنا في الملف 403، ادينا امثله اكتر على الفروم ان وير سيلكت، وخدنا بردك اللامدا ميثود امثله تاني اكتر. خدنا تقريبا كان المثال وصل ل6 امثله متنوعه، وبنغير فيهم كل حبه، بنعمل كومنت على حاجات ونغير، فيمكن يخشوا في 10 امثله. بعد كده الملف 404 بدأنا نتكلم على الاوردرد باي.
ادينا كذا مثال باوردر باي دي، ان احنا كان ممكن بس استقرينا في الاخر ممكن اكتب اوردر باي كذا كوما كذا. دي لو ما كتبتش جنبها ascending او descending تعتبر ascending يعني تصاعد، descending يعني تنازلي. ممكن ارتب بس بياخد الترتيب حسب اللي بكتبه في الاول، وبعدين يرتب على حسب التاني، وبعدين يرتب على حسب التالت، sorting يعني. بعد كده في الملف 405 بدأنا ناخد جروبد باي، ولما بستخدم جروبد باي ما بستخدمش سيلكت، وبيبقى ده الكي بتاعي، ده الايتم كي او الامب، ده الامب دوت سيتي اللي انا بعمل جروبد باي بيه حسب السيتي، هو ده الكي بتاع الامب كي او الايتم كي، اللي انا بعد كده لما اعمل فور اتش كده عليه اقدر اطبع الايتم اللي هو بقسم جروبز عليه. وقدرنا ناخد مثال ونطور المثال ده في 405. في 406 بقى ادينا كويري فيها استخدمنا جروب باي واوردرد باي ووير وفروم، يعني كل البارامترز دي مع بعضها، يعني كل الكي وورد او ريزيرفد وورد دي او الكويري ميثودز دي استخدمنا كل دول مع بعض وطلعنا نتائج، وقعدنا نعدل وننوع ونشوف الدنيا فيها ايه. كان مثال صغير يعني. هنخش بقى بعد كده في حاجة تاني جديدة بردك في الكويري ميثود. تابع معانا. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو. اشكركم، سلام.